هي كانت ما بعد حيفا، ما بعد حيفا. هلا انا الرساله اللي بدي وصل للنظام السوري بشار كلب ايران، انه هلا هو وصل درعه، وصل دير الزور، وصل الرسن حمص، اخيرا وصل خان شيخون. انا هلا بدي اعرف ما بعد خان شيخون، يعني مشان الواحد يكون جاهز يسعى له بشويه كياس دم، معدات طبيه. يا اخي محل يعني لهالعالم اللي بدها تتهجر، بيوتها بدها تتدمر. ابو شكري، نعم امبارح نعم نحن صرنا ندفع كل 10 شهداء نعم مع بعضهم. هلا كنت انا جايب فيها يعني انه نحن هلا نعم تفهم رسالتك انه حابب نجهز، اذا بدهم يضربوا مدينه ثانيه يعطونا خبر حتى نجهز مقابر للناس، حتى ما نضطر مثل امبارح ندفن كل 10 مع بعض. 10 و12 واحد سوا. هلا نحن بدنا نعرف من النظام السوري، طبعا كلب ايران بشار الجحش، انه يعطينا خبر اي منطقه بدها تنقصف مشان نظبط شويه قبور فردي لهالعالم اللي بدها تتقتل. يعني نحن اليوم عم يجينا ضربه بدون هيك شعور، ما بيطلع الا 40 قتيل عنا شهيد. امبارح 31 35 هدول فرد قبرناهم شهداء شيعناهم في خان شيخون. طبعا اليوم عنا 13 واحد، الجرحى بالميات ولا تحدث، واكثريتهم يعني والعلم عند الله بجوز كلياتهم شهداء، والله يتقبلهم شهداء. ابو شكري، نعم بالنسبه للوضع الامني اليوم، نعم عدد الشهداء 13 ما سبق عنده 13. نعم قابل للزياده، قابل للزياده. نحن معركه النعمان مثل امبارح اي مدينه بري بتنضرب، شهداء او جرحاها بيتوجهوا لمعركه النعمان. امبارح كان منظر مخجل، الشهداء والجرحى بالاراضي، على القرآن، على الارصفه. ما خسرنا نعمل اي شيء بسبب نقص كميات الدم. نحن بحلقه امبارح وجهنا نداء للتبرع بالدم. وجهنا نداء للتبرع بالدم. بعض الاهالي لبوا النداء. بس نحن بالوقت الحالي، نحن بالازمه اللي نحن عايشينها، لازم يكون عندنا يعني شيء يكفي، يعني فائض من الدماء، بحيث اي مدينه انقصفت، اهالي المدينه اللي تنقصف لجوا لمعركه النعمان، يكون عندنا امكانيه انه نساعدهم. بهاي النقطة بالذات نحن لمين لازم نوجه نداء حتى هو يساعدنا. أنا هلا أول شيء بوجه نداء خاص، وامبارح بحلقة امبارح حتى يعني ذكرته للمجلس الوطني اللي بده يمثلني ويمثل هالشعب السوري. أنا برجع بكرر على المجلس الوطني الإعاني، المساعدات بالدم، بالإسعافات، بالمعدات الطبية، سيارات الإسعاف. نحن يوميا ما بنعرف قيمة النظام بيقتحم اي بلد او اي مدينة او اي قرية. يعني ما في عنا قرية او مدينة الا ما بروح منها 20 30 شهيد، مئات الجرحى والمصابين، وما في إلنا معين غير رب العالمين. ابو شكري، نعم. ثلاث الجيش الحر التابع لمدينة الحامدية الأبطال. نعم. هو جيش الحر بالمعرة. نعم. تابع للحامدية الأبطال. نعم. قاموا بتصفية النقيب باسم صقر. اليوم. نعم. اليوم أخوه ملازم أول. نعم. بالجيش عم يتوعد معرة النعمان بمجزرة تشابه مجزرة حمام 82. نعم. نحن قادرين بإذن الله إنه نصدهم، ولا نحن نطلب من بقية سوريا تدافع معنا. نحن بنوجه نداء للجيش الحر بدون استثناء في سوريا كامل، بسوريا كلياته، ضرب الحواجز، لأنه كوفي عنان توعد إنه يحط لنا خطة للنظام السوري بأنه يعني ما يضرب بشدة أو مثلا ما يقصف مظاهرات أو بلدات آمنة سكانها آمنين. عندنا جيش حر يطلع يواجهه، مو يجي على مظاهرة سلمي أو تشييع شهيد أو يقصف بيت أو يقصف منازل ناس أبرياء. أبو شكري ذكرت كوفي عنان. أنا بالمناسبة نعم. ذكرت كوفي عنان بالمناسبة. مبعوثين كوفي عنان انضربوا مبارك الشيخون، انضربوا كوفي عنان لحد الآن ما سمعنا أي تصريح. يا أخي ما بدنا تصريحهم، لأنه تصريحهم لا بينفعنا بنوب. أبو شكري هن
هني عندنا اجوا على سوريا ملقنين ايش بدهم يحكوا، ايش بدهم يتصرفوا، ايش بده يصير باحوالهم، اخذين اجرتهم ونحن ما لنا واعيين غير رب العالمين. نعم الصراحه اعتمادنا بس لحظه، اعتمادنا حصريا وهي معنا عسكري من شق من الجيش الحر كمان بحب يقدم اسمه على التلفزيون. سوريا الشعب، شبكة أخبار أحفاد أبي العلاء المعري. هاي كاميرا مباشرة اللحظة. على العسكري المجند محمد عواد العنزي اعلن الشقاق عن الجيش الاسدي المجرم وانضم للجيش الحر. الله اكبر. تكبير. بنهاية حلقة اليوم، حلقة رقم 14، بنوجه نداء للمجتمع الدولي بأكمله يشوف المجازر اللي عم بتصير عنا، وخصوصا إدلب، حمص، حماه، دير الزور، الرقة، القامشلة. نداء من أهل سوريا بأكملها لكل المنظمات الإنسانية. نحن بحاجة دم، نحن بحاجة معونات طبية، نحن بحاجة مواد تموينية للناس اللي عم تنزح من حمص ومن حماه، للناس اللي نزحت امبارح من خان شيخون.